في يوم من الأيام، في ساعة من الساعات، كان عم عبده في شغله بيحرس المقبرة زي كل يوم. وبعد كده حصل اللي حصل وما كانش على البال ولا الخاطر. انت بتعمل ايه عندك يا جدع انت؟ أي! ما تلعب يا عم الزهر. انا مش عارف انت بتشوط ولا بتفتح الودع. يا حمار رمي الزهر الدفان، انت ايش فهمك انت في رمي الزهر؟ وعلى رأي الفنان، لو لعبت يا الزهر واتشقلبت الأجواء. ود يا فنان. يلا يا بطل بقى ورينا نفسك. ياض أنا فعلا بطل، بقالي 3 سنين على التوالي في رمي البلد، قصدي في رمي الزهر. بطل في طلب المشاريب ما تحاسبش. قصدك ايه يا حمار؟ انا بعلمك ان الفلوس دي وسيلة مش غاية، وفي السماء رزقكم وما توعدون. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا معلم. انفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب يا دين النبي يا جدعان، انا بشرب والمعلم بيخرب. نفسنا نشوف الكلام ده مرة واحدة يا معلم قبل ما نموت. يا عبيط، انا خايف عليكم من البذخ اللي انتوا فيه. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. طب يا معلم عايزين فلوس نمشي الدنيا. تصدق بالله وما عليك عليا حلفان. لا اله الا الله. وانا رايح البنك، ايه؟ وانا رايح المرج، الفلوس اتلطشت مني. كنت بدور على قطع غيار للبكنة اللي بتروح مني ما دي. بتروح منك علشان ناشف عليها يا معلم. طيب يا معلم، كان في فلوس انت سالفهم مني اكتر من شهرين، مش ناوي بقى تطلعهم من تلاجتك قبل ما يحمضوا؟ يا حمار بشغل لك الشغل بالفلوس، انا رجل اعمال. وبعدين شوف الدولار دلوقتي بقى بكام؟ ب80 وطالع، والبيتكوين طالع نازل، والفايدة مش ثابتة زي ما انت شايف. انا بأمنكوا وانتوا بتتكلموا في تفاهات، انا بضحي عشانكوا. انا اول مرة اشوف رجل اعمال ماهوش حتى تمن كوباية الشاي. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وفيكم بأحدث الأنباء لهذا اليوم، حيث تمت صبيحة هذا اليوم عملية سطو على المقبرة الفرعونية التي كان من المفترض الإعلان عنها في الأسبوع القادم. وإليكم أدق التفاصيل تقدمها مراسلتنا مريم المحمود. مساء الخير على حضراتكم. احنا دلوقتي موجودين أمام المقبرة التي تمت سرقتها أمس بعد أن تم اكتشافها ببضع ساعات فقط، ومعانا حارس المقبرة علشان نعرف تفاصيل أكتر. الأول ألف سلام عليك، طمنا عليك. الحمد لله يا بنتي، ربنا ستر. الضربة جت في راسي بس ما خبطتش في ظهري، والدماغ لسه شغالة. ربنا يحميك يا عم عبده. احكي لنا بقى ايه اللي حصل بالظبط يوم السرقة؟ يعني كنت فين وشفت ايه؟ بص يا بنتي، هو كان يوم عادي خالص. كنت ماشي في الممر كعادتي بصفر وبهمهم علشان اطرد الوحدة. المقبرة كبيرة وما فيهاش حد غيري، وهو الواحد بيتسلى. تمام، وبعدين؟ واني ماشي لمحت زي نور خافت جاي من ناحية قاعة التابوت. قلت يمكن لمبة ولعت ولا حاجة، والله اللهم احفظنا في حاجة تانية. فجربت وانا ورزقي، لان ده شغلي ودي امانة حضرتك. لقيت 2 لابسين اسود وبيحفروا وبيشيلوا في صناديق صغيرة. واحد فيهم كان متابعني من اول ما دخلت، واني مش شايف من الضلمة، لكن شايف حاجة سودة قدامي. وقبل حضرتك ما اقول بس ايه حاجة، لقيت الخبطة نزلت على دماغي، ما خدتش غيرها وما حسيتش بالدنيا تاني الا لما فوقوني. طيب شفت وشوشهم أو قدرت تميز أي حاجة أو سمعت أي صوت منهم؟ طيب لا والله يا بنتي، هما كانوا لابسين اسود ووشهم متغطي بحاجة، بس سمعت صوت واحد صوته طقين بيقول خلص الوقت بيجري. يعني نقدر نقول إن دي عملية منظمة. أني راجل غلبان
بس اللي حصل مش شغل عيال، دول جايين عارفين بيعملوا ايه واصل، وعارفين مكان كل حاجة، يعني مش اول مرة يدخلوا المقبرة، وجايين عارفين هما بيعملوا ايه، مش بيجربوا. هل بتتهم حد أو بتشك في حد أو جهة معينة؟ لا لا يا بنتي، انا ما بتهمش حد واصل، ربنا يكشفهم، انا شغلي احرس وبس. مش هطول عليك يا عم عبده أكتر من كده، ونتمنى الأمن يوصل للحقيقة بسرعة، وكلنا ثقة في رجال الأمن إنهم هيقوموا باللازم وزيادة. كانت معكم إسراء إبراهيم من أمام المقبرة المسروقة، قناة الأخبار، وإلى اللقاء. لا اله الا الله. في يا فنان؟ ياما حذرتها وقلت لها ان احنا في زمن صعب، بس مفيش فايدة. مين يا فنان؟ الملكة اللي اتسرقت. هو انت تعرفها؟ ايه اللي اعرفها؟ دي يا سيدي تبقى اخت الملك توت عنخ امون، بس كانت بتشتغل في الادارة ومسكوها بعدين رئيس لجنة المقبرة ايام الملك ستيفن راع لما كان عامل قلق مع الرومان. طب انت عارف ان ستيفن راع ده اول ما نخترع الفتيس؟ ازاي بقى؟ امال العجلات الحربية دي كانت بتمشي ازاي يا حمار؟ راجع ورايا وانت تعرف الحقيقة. امال هم اول حاجة بيخفوها البرديات ليه؟ عشان الحقايق ما تبانش للناس يا مغيب. طب اقول لكم على السر؟ قول يا فنان. انا معايا خريطة لجد الله يرحمه، كان سايبها لي ورث من ايام ما كان بيغسل تماثيل في المتحف، وقال لي يا سلطان يا ابني الخريطة دي حافظ عليها وشيلها في عينيك. طب ما فتحتهاش ليه يا معلم؟ ما هو لازم عشان افتحها ادلق عليها شاي اخضر واسيبها في الشمس 3 ايام، وبعدين الخريطة تبان. فهمت يا ابو جهل؟ قوم يا معتز يا ابني، يلا الساعة 7. مش وراك جامعة النهاردة ولا ايه؟ حاضر يا جدو، 5 دقايق بس. خمس دقايق زي بتوع امبارح؟ نمت لحد العصر؟ قوم يا معتز يا ابني، قوم اغسل وشك وهتفوق على طول، بعدين الفول سخن والمواصلات مش هتستناك. ايوه يا مودي، صباح الخير، عامل ايه؟ تمام يا نجم، الحمد لله. وانت اخبارك ايه؟ قربت انت ونمت مني امبارح. فاتك امبارح ماتش دمار في فالورانت. خد يا معتز 30 كل في جيم واحد. ولع الدنيا يا معلم، نفسي اشوف ده قدامي مرة. كنت تعبان بصراحة، ولو قلت لك هنام مش هتحلني، فالحل الوحيد بقفل التليفون والنت واديها الحنان، وعموما تتعود. وبعدين يا صاحبي مش هينفع ما تكونش نافع في الاتنين، يعني حرام، ولا تعليم ولا لعب. تقصد ايه يا نجم؟ تحلو كده على الصبح. عموما ماشي. ما تاخدش في بالك، انا لسه صاحي وما فوقتش. طب جاي النهارده الجامعة ولا ايه ظروفك؟ انا لسه صاحي اهو، هقوم البس وانزل على طول. قدامك قد ايه كده؟ 5 دقايق يا صاحبي. يخرب بيت ال5 دقايق بتوعك، انا عارفهم. عموما يا عم تمام ماشي، مستنيك. يلا سلام. ماشي، يلا سلام. يلا يا معتز قوم. ايوه يا جدو، خلاص صحيت. صباح الفل يا حبيبي. صباح الخير يا حبيبي، تعال افطر يلا ولا اعمل لك سندوتش. معلش يا جدو والله مش هلحق، يا دوب المحاضرة الأولى بتبتدي 8:30 والساعة دلوقتي 8:15، يا دوبك المواصلات. أنا هبقى أخد أي ساندوتش ولا أي حاجة في الجامعة. طيب يا حبيبي، ربنا يوفقك. كنت هايلة النهاردة يا إسراء. ربنا يخليكي يا روحي. بعدين تلمستك، الدنيا النهاردة كانت حر وتراب فظيع، مع ان امبارح بالليل كانت مطرة شديدة. مش فاهمة في ايه، بعدين مقابر وتراب وحر ميكس زي الفل. معلش، انتي عارفة اللي بيشتغل بالإعلام ما يعرفش يتعرض لإيه، يعني نطلع على المقابر أو على القمر، المهم نغطي الخبر، أو بالمعنى الأصح الترند. المهم النهاردة رجليا كانت هتتكسر وانا بنط من فوق الحجر، وكله عشان الأستاذ محمد يسري عايز زاوية جديدة للخبر،
أنا مراسلة مش درون يا مريم. احمدي ربنا إنك المراسلة وبس. أنا المذيعة يلي كل الناس بتتشاور عليها في التلفزيون وبالميديا، وبالرغم من كده ماما كل مرة بتقولي انتي كنتي تعبانة في الحلقة؟ وشك باهت؟ ما فيش أي تقدير حتى من أهلي؟ والله احنا بنموت ونتقلب في الشمس وناس قاعدة في التكييف وباهت ومش باهت. يا مريم ده أنا عدت لقاء كامل بسبب إن البي محمد يسري قال لي مش عارف إيه كان باين في الفريم. بس بصراحة السرقة دي مش عادية أبدا يا إسراء. الموضوع أكبر من مجرد واحد دخل خبط الحارس وأخذ الحاجة. لا، ده في ترتيب وفي حدا ورا الكواليس. أنا فكرت في كده، أنا شفت ضباط كتير والدنيا مشدودة جدا بسبب الموضوع ده. ولما سألت الحارس قبل الهوا قال لي إنه شاف شخص لابس بدلة شيك بس كان من ظهره، فبدلة إيه اللي تخش مقبرة الساعة 3 الفجر؟ طيب ده كلام مهم، ما قالوش ليه على الهوا ولا كان ممنوع؟ هو بس محمد يسري ما يقصقصش من التقرير بتاعي تاني. المرة اللي فاتت شال كل الكلام اللي فيه معنى وساب الكلام اللي شكله كليشيه. محمد يسري ده ما بيسيبش حرف إلا لما يعرضه على لجنة الملل والبواخة. ده لو كان اشتغل مع الفراعنة كانوا زمانهم دلوقتي بيبنوا في أول دور في الهرم لحد النهاردة. تمام. عموما أنا ناوية أفتح الموضوع ده في الحلقة الجاية حتى لو هقلب الدنيا. ده تاريخ مصر يا إسراء، مش شوية طماطم في السوق. عموما احنا لازم نفتش ورا الموضوع ده ونكتشف اللي ورا الموضوع. أنا حاسة إنه في اسم كبير مستخبى ورا الستارة. يعني ندخل في مواجهة؟ ده حتى هنا مش هيرضوا، دي لعبة كبار يا مريم وإحنا مجرد صوت وبيتقصقص على المونتاج. لو الصوت اتقصقص بصوت عالي نرجع نزعق تاني وإحنا صوتنا عالي قوي وما بنسكتش. يعني يا أخويا أنا مش فاهمة لحد إمتى هنفضل ساكتين كده؟ أخوك واكل حقك في كرشه ومرتاح، وإنت قاعد لي هنا عامل لي فيها الحكيم ليتشان، حكيم زمان. يا ولية أنا مش ساكت، أنا بس مستني الفرصة المناسبة. الدنيا مش ماشية بالهبد يا صفصف. فرصة إيه يا معلم سلطان؟ ده بقاله 3 سنين ما اداهملكش غير حتة أرض يا ولداه ولازقة في الصرف، وقالك دي نصيبك في الورث، ده حتى الكلاب ما بتقعدش فيها. يا ولية ما ادانا جيب توكتوكين اهو يمشوا الدنيا، وبعدين ايه يعني؟ ما الأرض دي ريحة حلوة قوي. يا راجل ده بقى عنده عمارة غير البيت ومحل الدهب، وانت يا عيني مش لاقي. وبعدين بص لينا بيتنا عامل ازاي وهو ازاي. والله العظيم كنت هكلمه الأسبوع اللي فات بس الكهرباء قطعت، فقلنا نخليها الأسبوع الجاي على نور ربنا. يا خرابي الكهرباء مقطوعة في تليفونك كمان، كل مرة حجة شكل. بصي بقى يا صفصف، انا ما بحبش ازعل اخويا وهو كمان ما يحبش يزعلني، فبنتقابل في النص ونسكت. قصدك خايف منه؟ ما حصلش. طب بص في عيني كده يا راجل اهو. انا راضية ذمتك، انت راضي؟ انا راضي بطاعة ربنا. يعني نقعد ناكل في نفسنا وانت كل يوم راجع لي ايد ورا وايد قدام، بطننا نشفت ب3 رغيفة وشوية الطعمية، يا بخيل يا معفن. ده مش بخل ولا فقر يا صفية، ده دايت. احنا داخلين على الصيف وانا خايف على شكلك قدام الناس، ولا عايزة الناس تقول على مرات المعلم سلطان بكرش. انا مش مهم الكرش، المهم العز يا اخويا، واكل وانبسط ومخليش في نفسي حاجة، وبعدين احنا مالنا ومال الناس. خلاص هكلمه، بس لو ما ردش يبقى الموضوع عند ربنا او عند المحامي على القهوة. لا يا اخويا لو ما ردش انا هروح له بنفسي وهعمل له فيلم هندي وافرج عليه الناس، وبقى اشوف وشك بقى قدام العيلة بعد كده. انا كده فهمت ليه الرجالة بتموت بدري. هو الورث ضاع انما مش لازم العصبية تضيعنا احنا كمان.
بتقول ايه؟ علي صوتك. ما بقولش حاجة خالص.